احنا بنسمع فيديوهات كتير جدا بتتكلم عن تيبس اصابع الايدين وصعوبة في تحريك الايد سواء كان في الصبح او اي وقت في اليوم. واحنا بالمناسبة شرحنا تيبس اصابع الايدين في حلقة كاملة هنا على اليوتيوب، هسيب لك اللينك بتاع الحلقة في الاي اللي فوق اللي هتلاقيها هنا او هنا بامر الله. احنا النهاردة بقى جايين نتكلم عن نقطة محورية، وهي هل في فرق ما بين تيبس اصابع الايدين وما بين تصلب اصابع الايدين؟ ما تيجي نشوف. بس قبل ما نبدأ في الحلقة ما تنسوش تصلوا على النبي. انا مصطفى سليم، هنا حكيم اعصاب. يلا بينا نخش في الحلقة. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا جميعا في افضل حال وفي افضل صحة. مرضى كتير بنشوفهم عندهم مشاكل كبيرة في اصابع الايدين، وبيختلط عليهم الموضوع ما بين تيبس اصابع الايدين وتصلب اصابع الايدين. هو فعلا في فرق ما بينهم؟ طبعا في فرق كبير جدا جدا ما بين الاتنين. تيبس الاصابع ده حمادة، وتصلب الاصابع ده حمادة تاني خالص. وتعالى افهمك. تيبس اصابع الايدين هي حالة بتتسبب فيها فقدان المرونة الطبيعية والحركة الطبيعية لاصابع اليد. يعني بشكل ابسط تيبس اصابع الايدين بيقول ان احنا عندنا صعوبة في تحريك اصابع الايدين، ولكن في حركة، وبكررها تاني، في حركة بالنسبة لك في اصابع الايد. ركز معايا الله يبارك لك. في حركة في الأصابع، يعني العيان بيعرف إن هو يحرك إيده ولكن بصعوبة، والكلام اللي أنت بتاخده من العيان يقولك أنا ما بعرفش أحرك إيدي إلا بصعوبة شديدة جدا جدا، وتلاقيه دايما بيعمل إيده كده، بيحرك بإيده السليمة الإيد اللي فيها مشكلة عشان يفرد صوابعه وترجع لوضعها الطبيعي تاني. أما تصلب أصابع الإيدين معناها إن الأصابع أصبحت صلبة وغير مرنة، مع فقدان القدرة على تحريكها بشكل طبيعي، يعني مع فقدان القدرة انها تتحرك بالنسبة لنا، وبالتالي الحركة هنا بتكون صعبة جدا جدا، وممكن توصل لدرجة مستحيلة في الحالات الشديدة من الإصابة. انا مش فاهم حاجة، ولا انا بهزر طبعا. تعالى ابسطها لك شويه. تيبس اصابع الايدين الحركه موجوده، ولكن بيكون في صعوبه في الحركه، واحيانا بيبقى مع الحركه دي الم شديد او احساس بالشد العضلي في العضلات بتاعه الاصابع، ولكن الحركه موجوده. اما تصلب اصابع الايدين الحركه اصعب بكتير، وممكن تكون منعدمه في الحالات الشديده. الصباع المصاب بيبقى ثابت بالنسبه لي في حاله محدده او في وضع معين، كانه بيبقى مجمد في الحاله دي. يعني انت ممكن تلاقي شخص مريض صباعه اتنى كده وخلاص ثبت على الحاله دي، مش قادر ان هو يرجع يفرده تاني. وعشان نفهم الفرق ما بينهم اكتر لازم نروح للجزئية التانية، وهي ايه اسباب الاصابة بكل مرض منهم. اولا بالنسبة لتيبس اصابع الايد فالاسباب بترجع غالبا لحدوث التهابات في المفاصل، زي مثلا التهاب المفاصل الروماتيزمي، او التمزقات العضلية، او عدم الاستخدام لفترة طويلة، زي مثلا الناس اللي بيكون عندهم كسر فجبسوا الايد. بعد التجبيس الصوابع بتاعة الايد بتعاني من التيبس نتيجة عدم الاستخدام لفترات طويلة. او مثلا مرض السكري اللي بيأثر على الاوعية الدموية وعلى الاعصاب، فبيقلل من التغذية اللي رايحة لعضلات الايد، وده بيضعفها، وبالتالي ممكن تأثر على الحركة ويكون مصحوبة بألم وبشد عضلي زي ما قلنا مع حضراتكم. اما تصلب اصابع الايدين فالموضوع مختلف تماما. السبب الرئيسي لتصلب اصابع الايدين لحد الان unknown، غير معروف، لكن ابحاث كتير بتقول ان تصلب اصابع الايدين بيحصل نتيجة تغيير في بنية الانسجة نفسها اللي مكونة للاصابع، زي تكوين نسيج ليفي او حدوث تندب في الجلد بالنسبة لنا، فالصباع يبدأ ان هو يتنى، وده بيخلي حركة الصباع اصعب بكتير جدا. طيب ليه بيحصل التغيير ده؟ قالك بسبب تحفيز الجهاز المناعي لإنتاج الكولاجين بشكل مفرط، وده بيؤدي لحدوث أضرار كبيرة على البطانة الداخلية للأوعية الدموية الصغيرة اللي بتكون موجودة ما بين المفاصل.
ده بيؤدي لإصابة الأنسجة وإصابتها بالندوب بسبب الكولاجين الزائد. طب ليه بيحصل كل ده؟ أغلب الأبحاث رجحت إن العوامل الوراثية والجينات هي السبب الرئيسي في حدوث تنشيط الجهاز المناعي لإنتاج الكولاجين ده. يعني في الأساس تصلب الإيدين ممكن جدا يكون مرض وراثي، خاصة إذا كان الشخص ده بيتعرض لمواد كيميائية باستمرار، خاصة المبيدات، ده بيزود جدا من فرص الإصابة، ونسبة إصابة الإناث فيه أعلى من الذكور بالمناسبة. طيب بعد ما عرفنا الأسباب وفهمنا كل مرض منهم بيحصل إزاي، نتكلم عن الجزء المهم وهو إزاي نقدر نعالج المشكلتين. والسؤال اللي يخصنا، هل للعلاج الطبيعي والتأهيل دور في علاج تيبس أصابع الإيدين وتصلب أصابع الإيدين ولا لا؟ بالنسبة لتيبس أصابع الإيدين فالعلاج بيعتمد بشكل أساسي على علاج السبب اللي أدى لحدوث التيبس ده. يعني مثلا لو كان سبب التيبس ده حدوث كسر، فبعد ما الكسر لم بالنسبة لنا نبدأ نعالج التيبس. لو كان بسبب تمزقات عضلية بالنسبة لنا فنبدأ نعالج التمزق ده عشان نبدأ ان احنا نعالج التيبس. والعلاج عامة بيكون متمثل في رقم 1 جلسات العلاج الطبيعي والتأهيل، اللي بتكون الخط الأول للعلاج عشان نبدأ نرجع الحركة بتاعة الإيد طبيعية زي ما كانت موجودة في الأول. فبعد ما المريض بيكشف، سواء كان بقى عند دكتور العظام أو عند دكتور المخ والأعصاب أو حتى عند دكتور الروماتيزم، بيتحول لدكتور العلاج الطبيعي والتأهيل اللي بيقيم الحالة ويبدأ يحط برنامج العلاج الطبيعي وينفذه عشان يرجع المريض للحالة الطبيعية والحركة الطبيعية بالنسبة له في الإيدين. تاني حاجة بالنسبة لنا طبعا هو العلاج بالأدوية بعد الكشف مع الدكتور، واللي بيكون متمثل في مضادات الالتهابات ومسكنات الألم عشان أقلل الألم بالنسبة لي والمريض يحس إن هو أحسن والألم قل عنده شوية. رقم 3 استخدام الجبائر، والجبائر بتبقى مفيدة لمرضى كتير بيعانوا من تيبس أصابع الإيدين، خاصة إن أنا لو حابب أخلي وضعيات الإيد في وضعية مريحة، خاصة في وضعية النوم، مرضى كتير ممكن تحتاجها. وده برضو بيرجع لدكتور العلاج الطبيعي والتأهيل بعد ما بيقيم الحالة، بيشوف إذا كانت الحالة دي تستدعي استخدام الجبائر ولا الحالة ما تستدعيش استخدامها. وآخر حاجة بالنسبة لنا هو الجراحة في الحالات الشديدة اللي التيبس فيها بيكون شديد، فالجراحة بتبقى هي الحل الأفضل بالنسبة لنا. أما بالنسبة لتصلب أصابع الإيدين فالعلاج هنا أصعب بكتير، وعادة ما بنحتاج للتدخل الجراحي عشان نبدأ نعالج الأنسجة اللي حصل فيها مشكلة نتيجة تراكم الكولاجين الزائد. وبعد كده المريض بيحتاج جلسات العلاج الطبيعي والتأهيل، سواء كان عمل الجراحة او دخل جراحة او حتى ما دخلش جراحة. العلاج الطبيعي بيكون مهم جدا جدا بالنسبة لنا في المرض ده، عشان برضو نحاول ان احنا نقلل التصلب ده، ونحاول ان احنا نحافظ على مرونة المفاصل بقدر المستطاع، ونحاول نرجع اي حركة للمريض يقدر يستخدم بيها ايده في الحياة اليومية بالنسبة له. ونيجي بقى دلوقتي للجزء المهم والاهم بالنسبة لنا وهو الوقاية. ازاي تقدر تحمي نفسك من تيبس اصابع الايد او حتى من تصلب اصابع الايد، ربنا يبعدهم الاثنين عننا جميعا بمشيئة الرحمن. لازم تبقى عارف ان الوقاية افضل بكتير من العلاج، وبخطوات بسيطة جدا تقدر ان انت تقوي عضلات ايدك وتحافظ على حركتها بمنتهى البساطة، سواء كان باستخدام تمارين تقوية عضلات الايدين واحنا شرحناها كتير مع حضراتكم، او حتى باستخدام وسائل مساعدة زي كرة الضغط او الكماشة او شريط المقاومة. اي حاجة مساعدة بالنسبة لنا تقوي عضلات الايدين هتكون مفيدة جدا لعضلاتك وهتحافظ على مرونتها وتحميك من الاصابة بشكل كبير. حاول دايما ان الدورة الدموية في ايدك تكون مظبوطة، وده بيكون من خلال شرب السوائل بكميات كبيرة، وحتى استخدام كمادات المية الدافية. المية الدافية بالنسبة لنا اللي بتساعد على تنشيط الدورة الدموية والحفاظ على مرونة العضلات والمفاصل. وفي النهاية أتمنى تكون الحلقة كانت مفيدة لحضراتكم، وأتمنى نكون دلوقتي عرفنا الفرق ما بين تيبس أصابع الإيد وتصلب أصابع الإيدين. لو إحنا عندنا أي مشكلة في الإيد لازم نروح نكشف عند الدكتور، دي حاجة في غاية الأهمية. والحاجة الأهم بالنسبة لنا بعد الكشف مع الدكتور إن أنت تنزل دلوقتي تعمل لايك على الحلقة دي وتعمل اشتراك في القناة لو أنت كنت بتشوفني على اليوتيوب. لو بتشوفني على الفيسبوك ما تنساش تدعمني بلايك ومنشن وشير. أتشرف إن حضراتكم تتابعوني في كل البلاتفورمز اللي أنا موجود فيها أونلاين، سواء كان فيسبوك ويوتيوب بنفس عنوان حكيم أعصاب، انستجرام أو التيك توك باسم مصطفى سليم. أشوفكم إن شاء الله في حلقة جاية قريب جدا. سلام عليكم.